خليني اروح لجزئيه تانية. زمايلي في الاعداد حتى يمكن بعتنها لي دلوقتي بيقولوا لي ان هناك كلام منتشر على السوشيال ميديا ان هناك قرار من السيد النائب العام ببدء التحقيق فيما يتعلق باهدار المال العام والتربح والاستيلاء على المال العام، وتشكيل لجنه من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث بعض الجرائم الجنائيه والاداريه الماليه لمجلس اداره نادي الزمالك طبقا لبلاغ برقم، وهم حتى كمان بعتنه لي. عايز اعرف من حضرتك صحه الامر من عدمه يا فندم. طبعا صياغه اللي حضرتك بتقولها دي او المنتشره، خلينا نقول، هل ده بيان رسمي صادر من مكتب معالي النائب العام؟ لا ده كلام منتشر على ده السوشيال ميديا. الحاجه الثانيه، صياغه الكلام اللي مكتوب ده يستحيل ان يصدر من اي جهه تحقيق. تربح واستيلاء على ده كلام عيب يكتب وعيب يعني ينتشر بهذا الشكل. انما ردا على سؤال حضرتك، هو نادي المجلس ده قبل ما يتولى المسؤوليه وعشرات البلاغات والقضايا بتقدم يوميا. يعني خبر ان في بلاغ مقدم ده من قبل ما المجلس يتولى المأموريه مهامه، وهو عشرات البلاغات والقضايا بترفع عليه. طيب فيما يتعلق بالجزئيه دي، هل في بلاغ بينظر دلوقتي ولا لسه لم يصلكم؟ نعم يا فندم. فكره تشكيل، لا هقول لحضرتك اهو، فكره تشكيل لجنه من الجهاز المركزي للمحاسبات. الجهاز المركزي للمحاسبات يكاد يكون مقيم في نادي الزمالك اساسا. يعني انا اسف، ده مش خبر في حد ذاته ان لجنه تشكل لفحص امر هو اساسا الجهاز المركزي للمحاسبات. وحضرتك عارف نادي الزمالك والانديه اللي كلها مراقبه ماليا باستمرار، يعني مراقبه ماليا. ونادي الزمالك ليه خصوصيه برضو اكتر شويه، فامر طبيعي ان الجهاز المركزي موجود. طيب نوصل لشكل اكبر باجابه واضحه وصريحه. هو لو طبعا احنا لم نخطر باي قرار زي ده اطلاقا، انما طيب هو اي بلاغ مقاله التحقيق وتشكيل لجان. احنا عندنا عشرات التقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات اللي مقدم بها بلاغات سابقه. عظيم. يعني طيب حضرتك برضو اديتنا دلوقتي عنوان مهم، انه الامر ده وارد وعادي، ولكنكم لم تختاروا حتى هذه اللحظه بفتح اي تحقيق في هذا الامر. والجهاز المركزي يوميا بيراجع ويتابع على اعمال نادي الزمالك. صحيح. يا دكتور كمال، بشكر حضرتك يا دكتور شكرا جزيلا على هذه المداخله وما فيها من تفاصيل ومعلومات. اشكرك شكرا جزيلا يا دكتور كمال. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا.